كنتواجدوا في ساحه الوحده باكادير اللي كتحتضن فعاليات المعرض الاقليمي ديال الصناعه التقليديه. هذا المعرض اللي كيدار بشراكه مع الجهه والوزاره الوصيه ديال القطاع والمجلس الجماعي والمجلس الاقليمي ديال اكادير، كيجي كمحطه تسويقيه بالنسبه للصانعات والصناع التقليديين اللي اغتنم من هذه الفرصه هذه اللي غادي تصادف مع العطله البينيه واللي غادي يكون فيها رواج ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه محطه تسويقيه كما سطرنا في البرنامج ديالنا ديال الغرفه مع الشركاء ديالنا من اجل باش يكون واحد الوقع على هذه الصانعات والصناع التقليديين، خصوصا الناس اللي كيخدموا في الورشات وفي المنازل ديالهم ما عندهمش محطه تسويقيه. لذلك ارتئينا باش نديروا هذه المعارض الاقليميه اللي عرفنا بانه الوقع ديالها جد مهم، خصوصا على الصانعات والصناع التقليديين اللي استنفوا عمليه ديال التسويق بواحد الشكل اللي هو سلس وواحد الشكل اللي هو جد مهم، زياده على واحد المجموعه ديال البرامج اللي كنديروا واللي من خلالها هذه المعارض هذه كتكون واحد المحطه كذلك تعريفيه بواحد مجموعه ديال الامور اللي كنديروها في الغرفه، من خلال التكوين، من خلال كذلك التمويل، من خلال كذلك الالتقائيه بين الصانعات والصناع التقليديين على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، لان حاضرين معنا هنا عارضين من مختلف انحاء ارجاء المملكه المغربيه. اليوم كذلك كنعرفوا الافتتاح ديال المعرض الاقليمي لاكادير ايدا وتنان، اللي هي كما دائما كنقولوها انها فرصه ونافذه لهاد الصناع والصانعه التقليديين على اساس انه يسوقوا المنتوج ديالهم اولا، والمواكبه ديالهم كذلك على مستوى ديال مجموعه ديال السلاسل اللي هي تتهم المجالات ديال المهارات ديالهم، كذلك على مستوى ديال تقنيات البيع الى غير ذلك من المواكبات الاخرى اللي كتكون بالموازاه مع هذه المعارض الاقليميه. هذا العمل هذا اللي دار هاد الشهرين اللي فات واللي فيه واحد يعني المواكبه دقيقه على مستوى الحاجيات، على مستوى ديال اختيار الزمان، اختيار المكان، كل هاد يعني الاشياء كنعتبروها بانها اساسيه للانجاح بحال هاد التظاهرات الاقليميه والجهويه والمحليه كذلك. وبالتالي اليوم احنا فرحين مع الشركاء ديالنا الغرفه ديال الصناعه التقليديه اللي الوزاره كذلك اللي هي شريك معنا في هذا الجانب التسويقي ديال الصناعه التقليديه، وكذلك شركاء ديالنا في مجموعه ديال البرامج الاخرى اللي كتهم المساله ديال مواكبه الصناع التقليديين، لا الفرادى ولا كذلك المنضوون تحت لواء تعاونيات واتحاد تعاونيات. زينب الياموس مشاركه في هذا المعرض ديال اكادير اللي كاين اللي انضمت لغرفه الصناعه التقليديه جهه سوس اللي تنظم مع من بدايه 19 الى غايه 25 2014. بالنسبه لي انا كمشاركه في هذا المعرض انا عندي تعاونيه اغلى، يعني هذا المعارض كيخليونا ننتجوا المنتوج ديالنا، نتعرفوا على الناس اخرين جداد ونشوفوا الصناعه التقليديه علاش قاد. شرف كبير لاننا نحضروا في هذا المعرض تحت منضوين تحت تعاونيات سرايا. اولا انا هنا صانع تقليدي امثل تعاونيات سرايا. المعارض بشكل عام هي توعيه وتعريف المنتوج المغربي للمواطن المغربي، بحيث كاينين في الحقيقه حنا ما كنجيوش غير نديروا التجاره، حنا راه تنجيو نديروا التجاره وتنجيو نديروا التوعيه للمنتوج المغربي الاصيل، وكنشجعوا الناس انهم يقتنيوا الصناعات التقليديه اليدويه المغربيه. في هذا الظرف يعني كثرت يعني المنافسه ديال الحرف الخارجيه، وكذلك نتمنى الله ان هذا المعرض يدوز في امان الله وحفظه. وكنشكروا كاع المساهمين في هذا المعرض وبالخاص رئيس الغرفه واعضاء ديالو
والوالي وكل المشاركين في هذا المعرض بحول الله.